انت متخيل انك ممكن تتغدى بسندوتش الزنجر ده في 60 جرام بروتين وما فيهوش اي دهون مضافه؟ تعال اوريك الطريقه. نكسر بيضتين وعليهم ملح وثوم بودره وبابريكا وبصل بودره ونكرر نفس التوابل في البوله الثانيه. الكورن فليكس دوت هو احسن نوع انا لقيته لحد دلوقتي، عباره عن حبوب قمح مضغوطه متحمصه ما عليهاش اي اضافات وما عليهاش سكر طبعا. نحط كوبايه من الكورن فليكس ونكسرها كويس ونقلبها مع التوابل باي طريقه، ونقلب برده البيض مع التوابل كويس جدا. ننزل قطع الفراخ في البيض ونقلبها كويس، وبعد كده نحطها في الكورن فليكس وندوس عليها كويس عشان الكورن فليكس يلزق فيها من كل ناحيه، وناخدها على الفرن على درجه حراره 160 لمده 20 دقيقه. نعمل بقى شويه كول سلو نحطهم على الساندوتش. جزر وبصله مبشورين رفيع جدا وكابوتش متقطعه حتت صغيره خالص، معلقه كبيره من الخل و3 معالق زبادي يوناني وشويه سكر دايت وملح، ونقلب كل الكلام ده كويس جدا. الاحسن ان احنا نعمل الكول سلو قبلها بساعتين ونحطها في الثلاجه عشان تخش كل الاطعمه في بعضيها وتبقى طعمها بيرفكت. هنجيب رابل تورتيه، انا بستخدم النوع الهاي بروتين. ننزل بالفراخ وعليها شويه كول سلو والرابل ساندوتش، وهتاكل احلى ساندوتش كريسبي. ما تنساش اللايك والشير.